في قلب غابة كثيفة تدعى الغابة السوداء، عاش رجل غريب الأطوار يقال إنه ساحر. كان الناس في القرى المجاورة يتجنبون الاقتراب من حدود الغابة، خوفاً من الأساطير التي يتناقلها الأجداد عن كائنات غامضة وسحر مظلم. كان اسم الساحر إلياس، رجل طويل القامة، ذو لحية فضية وعينين تلمعان كالجمر في الليل. لم يكن شريراً كما يعتقد الجميع، بل كان عالماً في فنون السحر القديم، يعيش وحيداً لأنه عرف منذ زمن أن البشر يخافون ما لا يفهمونه. في يوم من الأيام، دخلت فتاة صغيرة تدعى ليلى الغابة بحثاً عن زهرة نادرة تشفي والدتها المريضة. ضل طريقها وسقطت فاقدة للوعي من التعب والجوع. عثر عليها الساحر إلياس، فحملها إلى كوخه وسقاها دواء سحريا أنقذ حياتها. عندما استيقظت، خافت في البداية، لكنه طمأنها بكلمات هادئة وعينيه الصادقتين. أخبرته بقصتها، فتأثر بها وأعطاها زهرة من حديقته السحرية، وقال: خذيها، لكن لا تخبري أحدا عن مكاني. لا أريد أن يخافني الناس أكثر. عادت ليلى إلى قريتها، وأنقذت والدتها. لكنها لم تلتزم بوعدها، وأخبرت الجميع عن الساحر الطيب. في البداية لم يصدقها أحد، لكن مع مرور الأيام، بدأ الناس يغامرون بدخول الغابة، ووجدوا أن السحر ليس دائما شرًا. وهكذا أصبح إلياس أسطورة جديدة، الساحر الذي عاش في الغابة، وكان قلبه أنقى من كثير من البشر.